ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيا كان بتشوفنا من أي مكان، فأنت دلوقتي هنا في الأوضة اللي بره. الأطفال أجمل وألطف مخلوقات على وجه الأرض. ضحكتهم تدخل القلب وتنسيك هم الدنيا باللي فيها. كلامهم البريء اللي مليان بالعفوية والتلقائية والبراءة. تفرح لما تشوفهم وتحزن بجد لو اختفوا. بس ما بتتحسبش كده يا صاحبي. الكائنات البريئة دي ممكن يبقوا أكتر حاجة مرعبة على وجه الأرض. أيوه بالظبط، اللي شايفه قدامك ده حقيقي. طفلة بريئة ماشية في المقابر 4 إلا ربع بعد منتصف الليل. بتحصل. Niña. ماريا إيزابيل غارسيا لوبيز، ودي مش تعويذة، دي ماريا، السيدة الجميلة ماريا. بعد ما خلصت شغلها في تياترو كابيتال روحت بيتها علشان ترتاح. أصوات غريبة في قبو المنزل. Todavía se escuchaba un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la contra el olor a algo ahí. Sora. تهيألي واضح إنه أقرب ما يكون لإيدين طفل مختفي في الضلمة. بس اللقطة اللي في الضلمة دي تهيألي أوضح أكتر. رؤية أشباح الأطفال مش هي بس اللي مرعبة، ممكن يبقى مجرد صوتهم. ¿Qué es eso? المستكشف إدوارد بريرا وحرمه ديبورا أنجيلا كروس قبل طلاقهم ب3 شهور كانوا في رحلة استكشاف مدرسة مهجورة وسمعوا الأصوات دي. Parece un bebé. Se escucha mal. Allá hay una casa. ¿Qué lo escuchan? مين عنده تفسير للفيديو اللي جاي ده؟ الصديق السحري أو الصديق الخيالي، ودي حالة معروفة بين الأطفال من سن 3 ل7 سنوات، وغالبا بتكون أطفال وحيدة، وبسبب قدرتهم الرهيبة على الخيال في الوقت ده بيقدروا يخلقوا شخصية في خيالهم تشاركهم نشاطاتهم.
زي ما حصل مع الطفلة ايمي. ايمي. إيمي خيالها كان كويس جدا لدرجة إننا هنشوف صديقتها الخيالية لتاني مرة. ايمي. ايمي. بس واضح كده إن المعلومة اللي قلتها لكم من شوية مش صح. مش بس الأطفال اللي بيبقوا عندهم صديق خيالي. الأطفال كمان مش بس عندهم القدرة على الخيال أكتر، هما كمان عندهم حساسية وشفافية أكتر من أي حد حواليهم. بيتأثروا بسرعة وبسهولة بكل حاجة، الجو، المشاعر المحيطة، الطاقة، وكمان اللهم احفظنا. ايه اللي يخلي طفل في السن ده يبقى بيضحك وبيلعب ومندمج قوي كده، وفجأة ملامحه وتصرفاته كلها بتتغير تماما؟ شاف ايه؟ والطفل ده برضه شاف ايه علشان يحس بكل الرعب ده؟ مش دايما بتكون الأطفال مصدر للرعب والتهديد، أوقات كتير بيبقوا هما للأسف الضحية. وزي ما حصل برضه في البرازيل مع الطفل لوكاس إدواردو بريرا، ابن إدواردو بريرا وحرمه ديبورا أنجيلا كروز، قبل طلاقهم ب9 شهور وهو ماشي لوحده في الغابة. الأسطورة بتقول ما تخلوش العيال تلعب بالليل. وبكده زيارتك التانية للأوضة اللي برا للأسف انتهت. عرفنا لو عجبتك الزيارة، ولو ناوي تكررها اشترك معانا ودوس على الجرس واستنى الزيارة التالتة. في الوقت ده قررت إن لازم أخلص على أمي. كنت عارف من أسبوع إني أعملها. خرجت تسهر وتسكر ورجعت البيت دخلت تنام. صوتها صحاني. خرجت من الأوضة طلعت لها، كانت قاعدة بتقرا كتاب زي كل يوم بالظبط، وقالت لي Got on my side, so that's why I'm not leaving. Got ears in the meetings, got feet on the floor, got my mind from the streets. Eyes on the prize, ain't no time for defeat. Rise up from failure, feel a chain, I got something to say, I'll rinse and repeat.